المشاهدين والمتابعين بإذن الله. تحية للأخوين عبد الرحمن وأنس. إن شاء الله اليوم نكون عند حسن ظنكم واستماعكم بإذن الله تعالى. ونرحب بالغائب في الحلقة الماضية، اشتقنا لك يا أنس. حياك الله الله يا أنس. يحييك، أهلا وسهلا بك عبد الرحمن، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقة مباركة، اللهم آمين. وإلى عنوان هذه الحلقة مشاهدينا الكرام في برنامج قضية ورأي. عنواننا في هذه الحلقة أعزائنا المشاهدين هو الضمير الحي شخصية أم مسؤولية مجتمعية؟ الضمير الحي قيمة شخصية أم مسؤولية مجتمعية؟ باختصار، هل للشباب دور كبير في مسألة إحياء الضمير الحي أم أنها مسؤولية تقع على عاتق المجتمع والشاب جزء من المجتمع؟ نناقش هذه القضية سوية أعزائنا المشاهدين مع ضيفي هذه الحلقة الدائمين. عمار، أبدأ بك. قبل أن نبدأ كما جرت العادة، ما هو تعريف الضمير الحي؟ ما المقصود بالضمير الحي؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الضمير الحي أنا أشبهه بالإنسان. في داخلك دائما إنسان واسمه الضمير. هو صوتك الداخلي. حلو. الضمير الصوت الداخلي اللي يقربك للخير أو يقرب الخير ويبعد الشر، أو هو زي المنبه ينهيك عن الشر ويقربك دائما للخير. فدائما الإنسان هذا إذا كان فينا صاحي أو موجود، هذا هو الضمير الحي. الله أعلم. نعم. جميل. يا أنس، عنوان هذه الحلقة هل الضمير الحي قيمة شخصية مسؤولية مجتمعية؟ أسألك هذا السؤال بشكل مباشر. ماذا ترى بالضمير الحي؟ هل هو قيمة شخصية تقع على عاتق الفرد الشاب أم هي على عاتق المجتمع؟ طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين. في الحقيقة خلينا نسعد الجلسة عشان أقدر أخذ راحتي. الضمير الحي هو في الأصل قيمة شخصية ناتجة من داخل الإنسان. كيف تسألني يا أنس هي قيمة شخصية ناتجة من داخل الإنسان؟ داخلة أو نابعة من داخل الإنسان في سلوكياته، في أخلاقياته، في تعاملاته، في تربيته. فهي قيمة في أصلها شخصية، ولكن دور المجتمع فيها يقويها. حلو. فدور المجتمع في الضمير الحي هو دور، خليني أقول لك، دور تقوية، يشجع السلوك الجيد ويحاول أو يوجه السلوك السيء فيدفنه. بمعنى أنه يعني أختصر لك الموضوع، أنه الضمير الحي شيء ناتج من داخل الإنسان، هي مسؤولية كل فرد ناتجة من داخل الإنسان. فدور المجتمع فيه هو تقوية السلوك الصحيح وإخراجه للمجتمع. لأنه أنت الآن هذا السلوك اللي عندك إذا ما في أحد يعززه، إذا المجتمع ما يعزز السلوك الجيد عندك، ما يعزز التربية الحسنة اللي عندك، ما يعزز الأخلاقيات والمبادئ القيمة اللي عندك، غالبا تندفن. فدور المجتمع أنه يقوم هذه السلوكيات ويقوم هذا الضمير الحي الطيب الموجود في داخل الإنسان ويخرجه للمجتمع. فالعملية يعني خليني أقول لك أشبه ما هي تشاركية، ولكن أنا أرجح دور بأنه الضمير تعود مسؤوليته على الفرد أكثر من المجتمع. جميل. يعني ممكن أقول لك 70% يعود للإنسان، وفي دور 30% وليس ببسيط على المجتمع أنه يقوم هذا الضمير ويوجه التوجيه الصحيح ويحاول يرشد في المبادئ والأخلاق والتربية الخاطئة. نعم. جميل جدا. طيب عمار، هل الضمير الحي يظهر فقط في المواقف الكبيرة، الأحداث الكبيرة التي تؤثر على العالم الإسلامي بشكل عام، أم يظهر في المواقف اليومية؟ والله الضمير الحي متواجد، المفروض يكون معك في كل الوقت. جميل. مش لازم يكون في سلوك أو موقف كبير أو موقف صغير. أنا أشوف إنه لازم يكون معك طول اليوم، في مدار اليوم لازم يكون شغال عندك. أحيانا تواجه مشاكل على المستوى البسيط، أحيانا على المستوى المتوسط. فأصلا المشاكل أسلوب حياة، هي
متواجدة في كل مكان. فالضمير لما يكون شغال تعرف أنت كيف تتعامل، تعرف أنت كيف تنفعل، تعرف أنت كيف تواجه المشكلة هذه. بعض الأحيان الناس بتحط الضمير زي ما يقولون على جنب، تتعامل معك كإنسان. أنت كإنسان ترى مجرد جسم إذا كنت بلا ضمير فأنت روح، جسد بلا روح، فاهم؟ فأنا أشوف أن الضمير لازم يكون شغال، يكون معك 24 ساعة ويكون دائما صاحي. لما يكون ضميرك صاحي وتعتمد عليه في أغلب السلوكيات وفي أغلب حياتك، ترى كل أمورك تقريبا إن شاء الله بتكون كلها تمام. أولا لما تكون أنت ماشي بضميرك بتكون مرتاح، أو تتعامل بضميرك تكون مرتاح داخليا، عندك بيكون أمان داخلي، لأنه كل ما تتعامل بضميرك أنت قاعد تتعامل بإنسانية. ولما تتعامل بإنسانية فالكل بينجذب عندك، أو الكل بيحترمك وبيحترم هذا الشيء اللي أنت تسويه. أنت كده قاعد تحن على الشخص اللي قدامك، تعامله بأسلوب حذر، بأسلوب إنساني، بأسلوب دائما فيه رحمة ومودة وحنية. هذا الشيء الآن أشوفه محتاج تتعامل فيه مع الناس كلهم، ما يفرق عن شخص لشخص ولا يفرق عن أي إنسان. فالضمير دائما نتعامل فيه بحذر، نتعامل فيه بشكل يومي على مدار اليوم في كل مكان. جميل جميل جميل، الله يجزاك خير عمار. يعني بشكل واضح جدا الضمير هي ليست ردة فعل، إنما هو شيء داخلي، صوت داخلي فيك، يعني يتحرك معك في كل شؤون حياتك. سواء كانت كبيرة صغيرة ما تفرق، هو صوت داخلي في الإنسان. جميل جميل. طيب لو جينا نتكلم عن الضمير الحي يا أنس كمسألة عامة، لماذا ضعف؟ احنا الآن نلاحظ أنه الضمير الحي عند كثير من الشباب بدأ يضعف، وقاعد يضعف مع مرور الوقت. ما هو سبب هذا الضعف الموجود في السلوكيات الذي نجده في الشباب في هذا اليوم؟ والله شوف، هذا امر صراحه مشترك، كما ذكرت لك في النقطه السابقه بانه الضمير متقسم الى قسمين. قسم يحمله الانسان اللي هي 70%، و30% يحمله ايش؟ المجتمع. حلو. فانت الان هذه المشكله اللي انت قاعد تواجه، السلوكيات اليوميه اللي قاعد تواجهها هذه يوميا تكون ناتجه من عدم توجيه سابق. جميل. من عدم توجيه سابق من المجتمع، واحد، من الوالدين، من الأصدقاء، من يعني الدائرة المقربة. فتجد أنه التوجيه هنا، هذه الدلالة على أنه دور المجتمع كبير جدا في 30%، بأنه أصلا إذا لم يكن في توجيه من المجتمع وحرص، تنقلب الآية إلى أنه السلوكيات هذه والضمير الحي تلقاه الضمير السيء متواجد معه يوميا بشكل إيش؟ بشكل كامل. إضافة إلى أنه أنا أعيد هذه المسألة وأحيلها أصلا إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع صفاء القلوب. ترى القلب، الضمير يسكن وين؟ يسكن القلب، ولكن العقل هو الذي يرشده. جميل. فإن الضمير داخل جوا القلب، والعقل هو اللي يرشده. فبناء عليه أنت تستطيع أنك تتخذ سلوكياتك، تتخذ أخلاقياتك، تتخذ مبادئك إلى آخره. فالإنسان يا أخي انظر للحديث النبوي يوم وصف الله عز وجل القلب، يوم قال ألا إن في الجسد مضغة. الله أعلم هو حديث قدسي ولا حديث نبوي، ولكن يعني ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ترى يا أخي الحديث ده قد يكون ترى متداول يوميا كذا بين الناس، وأنه موضوع يعني الحديث هذا يعني العالم تعودت على سماعه، ولكن ترى يعني شوف الوصف الدقيق جدا اللي يدلك على أنه محركاتك أنت بالكامل من عقل، من أي شيء يدور ترى حول المضغة هذه الصغيرة جدا اللي في داخل جسدك. فأنت يوم تكون صادق من جوا دائما، استحضار النية الطيبة وصفاء القلوب والأمور القلبية هذه، دائما الواحد يوم يكثر من دعاء اللهم اشرح صدري، اللهم أصلح قلبي، اللهم
الامور القلبيه هذه انا اشوف انها هي الزاد للطريق. يعني يوم تم وصف المضغه هذه الصغيره بانها اذا كانت صالحه يكون الجسد كله صالح والاعمال كلها صالحه. ومن ضمن الاعمال الصالحه المحيطه داخل القلب هو الضمير. فالناس عندما يعني يكون الضمير غير صحيح تجد ان المشكله ترى داخليه. وانا ترى يوم اتكلم في الموضوع، يعني انت قد تلاحظ اني انا وانا اتكلم بان الموضوع سهل، لكن تراه جدا صعب، ولا يعني يصل الى تحقيقه الا من وفقه الله عز وجل. لانه الان مع كثر الملهيات، مع كثر التنافس الكبير على الدنيا، من كثر ضعف الايمان، نسال الله ان يعافينا واياكم، ومن كثر عدم التوجيه الصحيح، ترى القلوب الان ما هي متحمله. يعني ما تقدر انك انت تصل الى مرحله كبيره جدا ترى من صفاء القلب. فهذه مساله جدا جدا كبيره، ان الانسان يحاول قدر المستطاع ترى انه يواصل. هذه من ضمن الادعيه التي المفروض انها ما تفارق لسانك، اللهم اصلح قلبي، لانه صلاح القلب هو صلاح كل شيء. فانا اعيد الى ان الضمير الحي والسلوكيات التي تخرج عكس ذلك في الحياه اليوميه هي ناتجه عن، يعني خليني اقول لك في الدرجه الاولى، يعني خليني اقول بانه صلاح القلب، ثم خليني اقول ضعف التوجيه في المجتمع. وهذا يدل على امرين، يدل على ان الامر الاول في موضوع القلوب هذا امر جدا عظيم انت لازم تنتبه له. والنقطه الثانيه وهي الاهم، دور المجتمع في التوجيه. والمجتمع ياتي تحته الاسره، الوالدين، الاخوان، الاصدقاء، المدارس، التعليم، المناهج التربويه، حلقات القران، الدوله بانظمتها والى اخره. فالمجتمع كلمه كبيره جدا يندرج تحتها كل هؤلاء. جميل. نعم. يعني احنا لما نتكلم عن ضعف الضمير هي مشكله ناتجه عن حاله خلينا نسميها حاله قلبيه. نعم. لابد ان ياتي الانسان بقلبه وبالتالي يحصل له الضمير. يعني ما في شيء مباشره، انا ما في علاج مباشر للضمير الحي، انا عندي ضمير ميت انا راح احييه بواحد اثنين ثلاثة أربعة. لا، هو الضمير مرتبط ارتباطا مباشر بالقلب. بس عشان نصحح الموضوع، مرتبط ارتباط مباشر بالقلب، ولكن العقل هو الذي يرشده. يعني هي جميل. عملية تشاركية يعني. جميل نعم. جميل جدا، جميل جدا. بدنا نتكلم عن موضوع القلب والعقل، في كلام كثير حول نعم. نقطة القلب والعقل. هل العقل موجود في القلب أم العقل في مكان والقلب في مكان آخر؟ طيب عمار، الآن يعني تكلمنا مع أنس عن أن القلب هو المحرك الأساسي للضمير الحي. طيب أنا كيف أزرع في هذا القلب حتى يكون عند الشباب ضمير حي عالي جدا؟ يعني كيف أعتني بهذا القلب؟ كيف أعتني، خلينا نتكلم عن الضمير تحديدا. نعم. عندنا أول شيء الوازع الديني. جميل. تقوية الوازع الديني عند الشباب لا شك. وعندنا أيضا تعزيز التربية القيمية. يعني مثلا تعلمهم، تقول لهم هذا الشيء ترى حرام، أو مثلا عيب، إذا كان هو عيب أو كان حرام، فإنك توجه أو تغرس فيه القيم هذه بحيث إنه خلاص يكون يعرف هذا الشيء إذا كان حرام فأصلا ضميره خلاص قد تعود عليه. فعندنا دائما هذه المشكلة الآن، تيجي تقول لك لا عادي المجتمع يسويه فهو عادي، فاهم؟ عندنا هذا الجانب السيء في هذا الزمان. عندنا أيضا اللي هو اسمه الجانب الآخر من الزرع الأشياء لتقوية الضمير الحي. جميل. عشان الموضوع قاعد يطير مني كل شيء. لا خذ راحتك. فمن جانب الضمير الحي عندنا أيضا تقويته بشكل كيف أقول لك، المجتمع يعني لازم تكون في توعية للمجتمع بصفة عامة. عندنا الآن صار عادي، يعني تشوف أشياء تصير زي مثلا أحداث غزة، يجي واحد يشوف يقول لك إيش هذا ومدري إيش، عادي يا شفنا وعشنا ومدري إيش. فالناس ماخذ هذا الشيء عادي طبيعي، بينما إنه لا، أنت أصلا ضميرك حي، لا أقل شيء بتسويه الدعاء، هذا أقل شيء تسويه. توعية، نوعي الشباب بحيث إنه الضمير هو جهاز ينطق بكل خير أو بكل ما هو إن شاء الله حسن جيد. طيب ماذا عن أمراض القلوب؟
التي تصيب القلب مثل الغل، الحسد، الكره، هذه اللي نحن نسميها الاشياء اللي تفسد القلب. هل لها علاقه بالضمير الحي؟ أكيد. كيف؟ شوف الأشياء هذه أولا والعياذ بالله من الشيطان. ثانيا إذا كان أصلا عندك ضمير فأنت أصلا الغل والحسد والأشياء هذه تأتي من أشياء أنت قاعد تتوهم، أو أشياء بعض الأحيان تكون ناقصة يقولون لك إياها. بينما أنت لو ضميرك حي ترى ما بتهتم، لا بالعكس، أنت لو تشوف شيء يعجبك تقول ما شاء الله وتدعي له بالخير، حتى لو أنت ما عندك إياه ناقص منك. ترى هذا الضمير الحي يلعب فيه دور كبير، بحيث أنك لا تحسد الناس الثانية على شيء أنت ما عندك. هذا هو الحسد، مفهوم الحسد، أن تحسد ناس على شيء ما عندك. جميل. فاهم؟ فهذا إذا كان أصلا عندك ضمير فأنت بتقول له الله يبارك لك فيه ويجعل فيه الخير إن شاء الله والله يرزقنا. هذا من الضمير الحي. فأنا أشوف إنه الأشياء هذه مرتبطة بالضمير برضو، والله أعلم. جميل جدا. طيب خلينا يا أنس، قبل أنا عندي سؤال صراحة، يعني حسيت إن إحنا تشتتنا في موضوع الضمير، هل هو مسؤولية الفرد أم مسؤولية المجتمع؟ ولكن قبل ذلك يا أنس، لو جينا نتكلم عن يعني أمراض القلوب تحديدا، لأنك أنت اللي ربطت لي موضوع الضمير بمسألة القلب تحديدا. أولا، هل الضمير الحي ينشأ منذ الصغر؟ لأن الإنسان يتكون ويتشكل منذ نعومة أظفاره على يعني يدي من ربه، سواء كان أبوه وأمه أو أي شخص آخر هو اللي رباه. هل من هذه المرحلة يبدأ الإنسان يعتني، أو يبدأ المربي يعتني بالضمير الحي حتى عندما يكبر الشاب، أو أن هي يعني مشكلة خلينا نسميها مع الوقت؟ يعني خلاص أنت ارميه في الدنيا هو راح يتعلم، وأكيد الإنسان بفطرته مجبول على الخير، فبالتالي راح يكون عنده ضمير حي. طيب، هذا سؤال جدا جدا يعني كبير، ولكن يعني خليني استطيع اني الخص ان شاء الله، صلى الله يفتح علي، لان لدي كلام كثير جدا في هذه النقطة. جميل. ولكن انا الخص هذا الموضوع بشكل مبسط، بانه هذا الموضوع يعود للبداية. لا يمكن انا في وجهة نظري اتكلم عن رأيي الشخصي، لا يمكن ان ينشأ ضمير قذر في لحظات في اي شخص كان. أنا عندي قناعة تامة جدا بأنه الإنسان لابد مستحيل أنه يفيق الصباح ثم يلقى نفسه إنسان عنده مشاكل داخلية، ضميرها سيء وقلبه، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. هذا الشيء استحالي، هذه تراكمات يعني. هذا شيء منذ الصغر. أنا ليش أرجع لك للنقطة البدائية؟ ليش أقول لك منذ الصغر؟ بل مو منذ الصغر، قد يعتقد البعض بأنه من سن مثلا أولى ابتدائي ولا شيء. لا، أنا أعيد لك إياه ترى إلى وين يا أخي؟ خلينا أبغى أرجع لك إياه إلى مكان بعيد شوي. أنا بستطرد في الموضوع. أيوة. سئل أحد الحكماء قال له كيف أربي ابني؟ شوف أنا من وين جيتك. سئل أحد الحكماء قيل له كيف أربي ابني؟ قال هل لديك ابن؟ قال نعم. قال لقد فاتك الأوان. قال كيف فاتني الأوان؟ ابن لسه صغير. قال الابن يتم تربيته من 20 سنة قبل ولادته. الله أكبر. كيف؟ من تربية نفسك أنت أساسا. يا سلام. أنا شوي رجعت وراه بس إني بأجيك في النقطة. يا سلام. قال له ابنك كم له؟ قال له مولود. قال له فاتك الأوان. قال له إيش المطلوب مني؟ طيب الآن طفل هو ما زال. قال له أنت مفروض أنك تربي ابنك قبل ولادته ب20 عاما. إيش البعد الطويل هذا عند الحكيم؟ إيش الناتج وراء هذا الكلام؟ بأنه أنت أصلا قبل 20 سنة تربي نفسك أنت، وتربي أخلاقيا مبادئ، لأنه شئت أم أبيت أنت لديك نسخة مبطنة من والديك. تربيه في اختيار زوجتك، تربيه في اختيار أمه. هذه كلها أشياء ترى من سنين سابقة قبل ولادته. جميل. الآن ندخل للخطوة الثانية عند ولادة الابن. عند ولادة الابن أنت لاحظ أنه اختيار الأم هو ترى عملية جدا مهمة. ليش؟ لأن يقول لك أصلا العادات السيئة
والحسنة تنتقل مع إيش؟ تنتقل مع الرضاعة. وأنا ترى ما أقول الكلام هذا عبثا، يعني أنا أقول الكلام هذا من قراءة في كتب الأحاديث السيرة النبوية. أنا والله لا أعتري على الناس عندي بأني أقرأ وكذا، لا، بس أني قاعد أتكلم من خلال معلومة قرأتها بعيني ومن ثم استدلت فيها عند بعض المشايخ. يقول لك إيش؟ لاحظ الكلام هذا جدا جدا مهم. يقول لك في أيام الصحابة رضوان الله عليهم عندما يولد الطفل ثم الأمة تموت، فالطفل لسه ما زال في إيش؟ في سن الرضاعة، فيحتاج إلى إيش؟ إلى مرضعة. يقول لك كانوا المسؤولين على الرضيع يدورون القرية بالكامل ويختارون الممرضة أو عفوا المرضعة الصالحة، مع أن ترى البلد مليانة، الخير موجود في أكثر من مرضعات، ولكن هم يختارون المرضعة الصالحة. فوقف الكاتب هنا قال لماذا يتم اختيار المرضعات الصالحات؟ استفهام. فجاك التعليل بعده، قال لأن العادات تنتقل مع انتقال الحليب من الفم. شوف الوصف دقيق جدا. قال لك بأنه مع حليب يعني موجود عند كل أم. الطفل عندما يرضع جميل من صدر أمه، الحليب اللي يشرب ينتقل مع انتقاله. يعني كمان الحليب ترى هو انتقاله، البعض يعتقد انتقاله صحي من أجل أنه يعيش ومن أجل أنه يأخذ، ولكن هم يعللون لك هنا بأنه انتقالها أصلا ليس انتقالا صحيا فقط، إنما انتقالا لانتقال العادات الصحيحة والطيبة. فلذلك كانوا يحرصون على اختيار إيش؟ المرأة الصالحة. ليش؟ لأنها تنقل العادات إلى ابنها. فلذلك ارجع الآن للحكمة السابقة يوم قال له أنت مفروض أنك أنت تربي ابنك من 20 سنة. ليش؟ تربي نفسك أنت أولا. أنت ترى ما أنت مسؤول عن نفسك، أنت سيخرج من أصلابك ناس يتعودون عليك، يأخذون من سيئات، عفوا يأخذون من خصلاتك الحسنة والخصلات السيئة. متابعة هذا الشيء. فأنت لابد أنك تربي نفسك قبل أن تفكر أن تربي ابنك. ثم عندك أشياء كثيرة، اختيار الزوجة ومدري إيش وإلى آخره. فالموضوع جدا عميق. فأنا ليش قاعد أقول لك هذا الشيء استحالة أن يكون هذا الشيء وليد لحظة. الإنسان صاحب النية السيئة مستحيل أنه يكون شيء وليد اللحظة. يا أخي من شب على شيء شاب عليه. هذه ترى جملة يعني جدا، أنا صراحة ما عندي في بالي يعني نص شرعي يقول هذا، ولكن أنا عندي قناعة تامة جدا بأن هذه الأشياء لا تكون وليدة اللحظة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما معنى الحديث أن ما من إنسان إلا ويولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا ممكن نستفيد منها أنه الشخص يولد يعني بفطرة سليمة إلى أن يفسده الأب، والأب ما أفسده إلا لأنه هو أصلا فاسد. نعم. له من 20 سنة فاسد، وبالتالي أفسد ابنه. وبالتالي يعني أنا هذا مصداقا لكلامك هذا من وجهة نظر شرعية. لكن أنا الحين خلينا نركز على موضوع الضمير الحي. يعني أنت الآن قاعد تقول الضمير الحي والضمير الميت خلينا نسميه لا يولد في موقف أو موقفين أو ثلاث، إنما هي نتيجة تراكمات طويل أنت أعدت بنا إلى قبل ما يولد الشخص ب20 سنة. نعم. إيه. فبالتالي هي يعني نشأت سنين طويلة. طيب يا أخي يجيك واحد يقول لك يا أخي أنا إيش ذنبي؟ أنا ولدت يعني صلى الله عليه وسلم عافية، يعني والدي فاسد ورباني على خلاص أنا راحت علي. لا يعني أنا ضميري ميت لأنه أنا والله والدي رباني على الأخلاق السيئة، وأنا فيني بذرة صالحة، فيني يعني أنا فيني فطرة سليمة. أنا إيش أسوي في هذه اللحظة؟ والله شوف أنا سبحان الله أنت سبقتني، ولكن أنا عشان يعني لا نخلي النظرة سوداوية فقط. أيضا من حتى من واصل في موضوع الشر. يا أخي ترى العودة هي ثمينة صحيح، ولكن ليست مستحيلة أنك تعيد وتغير. ترى يمديك ما زال، يعني أنت على قيد التعلم، أنت ما زلت في الحياة، أنت موجود. وما زلت إيش يعني أنك تبغى تغير العادات هذه رغم السنين المليئة. هي صعبة، ستأخذ معك وقت، ولكن ليست مستحيلة. ولكن بحسن النية، أنا أرجع هذا الكلام، إذا أنت نيتك من جد بأنك أنت تعيد نفسك كما كنت
وتبدأ تصحح أخطائك، لا، الطريق موجود، هو ليس مستحيل. أنا لا أقول لك بأن الناس اللي تولدت على شر ستموت على شر، لا، غير صحيح الكلام هذا. أنت دام أنت عندك نية بأنك تغير، الله عز وجل ترى ييسر الأمر. جميل. وأنا لهؤلاء الذين يقولون نحن يعني ولدنا على مثلا على بيئة غير طيبة، على بيئة غير صحيحة، الطريق ما زال موجود. يعني احنا لنا في الانبياء خير مثل. وعندك زوجة اكبر طاغية موجود في العالم، فرعون، زوجته كانت يعني واحدة من الصالحات الموجودين، رغم ان شوف يعني زوجها ما استطاع انه يؤثر. يعني فرعون واحد من اكبر الطغاة، ان لم يعني يكون اكبر طاغية، اي لم يكن يعني الله ما ادري، يمكن الان اللهم صل على محمد، هو يعني أكبر الطغاة الذين مروا على العصر. ولكن مع ذلك زوجته كانت امرأة فرعون، قالت لي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. الله ذكرها في القرآن بأنها امرأة صالحة، رغم أنها يعني كانت زوج اللهم صل على محمد، زوج أكبر طاغية موجود في العالم. وكذلك نبينا اللهم صل على سيدنا محمد، نوح ابتلي في ابنه رغم انه رسول. جميل. فانت موجود. فالبيئة ليست عذر للشاب اللي يقول لك انا والله بيئتي سيئة. استحضار النية، انت ترى عيد والله يا جماعة، ترى موضوع النية قسما بالله ترى يعني موضوع جدا مهم. والله دائما يوفق الله عز وجل اصحاب النوايا الطيبة. يا اخي ترى الله عز وجل، لاحظ كمان الحديث الاخر بان الله لا ينظر ترى الى صوركم ولا الى اشكالكم ولا ينظر الى القلب. هذه النظرة الصغيرة كذا ترى ينظر لها الله عز وجل. من هنا هذا المحرك لكل شيء، النية ماذا كانت والصلاح ماذا كان. إذا كانت هذه النية في أي موقف، والله يا أخي حتى في الحلقة اللي أنا طالع فيها، إذا كانت نيتي أنا كمقدم بأني أنا يعني أستعين بالله عز وجل وأنشر أو يعني أنشر ما أعطاني الله عز وجل من علم، أو أخذ علم من هنا وأكون وسيط بأني أنا أخرجه للشاشة، استحضار النية ترى الله عز وجل يفتح عليك، يفتح عليك في لسانك، يفتح عليك في فكرك، يفتح عليك في الحلقة، يجعلها مباركة. هذا شيء بسيط جدا. وأيضا حتى في أي شيء، الابتسامة إذا كانت مصدرها الرئيسي هي المحرك لكل شيء، هو المحرك، هذا هو القلب. حديثين مهمين، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، من هنا يخرج الضمير الحي الصادق. والحديث الثاني، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله. فذلك دائما أصحاب القلوب الطيبة والنظيفة والصالحة ترى دائما الله ينصرهم. تستغرب سبحان الله كيف أن الله عز وجل، مع أن ترى الشخص المقابل قد يكون أكثر ذكاء وأكثر فطنة ومدري إيش وإلى آخره، ولكن الله عز وجل كل الأشياء هذه يرمى بها عرض الحائط، ثم تخرج هذه المضغة الصغيرة. الله عز وجل ينظر إليها، ينظر من الصالح في وقت خروج الكلام ماذا كانت النية وإلى آخره، ثم من هنا يخرج كل شيء. فألخص الموضوع بأنه لا يمكن أن يكون الإنسان ضميره سيء في لحظات، ولا يمكن أن يكون ضميره حيا في لحظات. هذا شيء يعود إلى سنوات سابقة، والله أعلم. أحسن الله إليك وبارك فيك أنس، وجزاك الله خير يا عمار على هذه الكلمات الطيبات. وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا تحب ترسل رسالة أخيرة أو تحب تختم، المايك لك يا عمار. والله ما عندنا خاتمة، لكن نقول دائما نكون في توكل على الله، وندعي دائما نقول الله يصلح ما في داخلنا، يصلح قلوبنا دائما وأبدا. وصلاح ما في داخلك هو صلاحك وصلاح الحياة اللي أنت عايشها. دائما عامل الناس بضميرك أو بإنسانيتك، وعامل الناس كما تحب أن تعامل. والدنيا دائما تدور، واللي تسويه اليوم بكرة يرجع لك، سواء إذا ما جاك الآن بيجيك على كبر، ما جاك على كبر بيجيك لأبنائك. جميل. والله يعيننا إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. جزاك الله خير يا عمار. أيضا أشكر زميلي أنس على هذا الطرح الأكثر من رائع. الله يكرمك حبيبي، وأسأل الله عز وجل أن يصلح القلوب ويصلح النوايا ويجعلنا صالحين مصلحين.
وأن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم، وأن يجمعنا وإياكم على خير وفي خير. اللهم آمين. اللهم امين. وايضا الشكر موصول لكم اعزائنا المشاهدين على هذه او على المتابعه وحسن الاستماع. اسال الله عز وجل ان يجعل هذه الحلقه في ميزان حسناتنا وايضا حسناتكم. ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصى احد الصحابه قال له: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هكذا يزرع الضمير الحي. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، والقاكم باذن الله في الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. للمجد صرح وللإبداع رواد،